مسلح يخرب السيارات ويهدد سلامة السكان. شهد حي ديور الشهداء بمنطقة سيديوس بن علي في مدينة مراكش أحداثا مرعبة بعدما أقدم شخص مسلح على ترويع الساكنة وتخريب ممتلكاتهم في حادث أثار موجة من الغضب والقلق داخل الحي الشعبي. وحسب شهادات عدد من المواطنين فقد دخل الجاني في حالة هستيرية خطيرة، وكان يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير إلى جانب قطعة حديدية، وهو يهدد المارة ويسب الذات الإلهية. كما قام بتكسير نوافذ وأجزاء من أكثر من 12 سيارة كانت مركونة على جوانب الأزقة، ناشرا الرعب في نفوس الصغير قبل الكبير. وتظهر فيديوهات وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مرعبة عاشها السكان، حيث ظهر المعتدي وهو يتجول بحرية وسط الحي غير آبه بنداءات المواطنين أو محاولة بعضهم التدخل. كما يوثق أحد الفيديوهات لحظة تهجمه على سيارة بعنف هستيري. ورغم التكرار المستمر لمثل هذه الحوادث، أكد السكان أنهم سبق ووجهوا شكايات للجهات الأمنية حول الوضع المتفاقم في الحي، خاصة في الليل حيث يغيب الحضور الأمني عن بعض الأزقة، ما يتيح الفرصة لهؤلاء لنشر الفوضى. وفي المقابل تدخلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بسرعة فور إشعارها بالواقعة، حيث حضرت إلى عين المكان وشرعت في مراقبة الوضع لتفادي أي أضرار إضافية. كما تم فتح تحقيق مستعجل، وجمعت عناصر الشرطة الأدلة من المكان وشرعت في تفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة التي تم تثبيتها ببعض المنازل والمحلات في محيط الجريمة. كما طالب عدد من السكان بتكثيف التواجد الأمني والدوريات، معتبرين أن أمنهم وسلامة ممتلكاتهم أصبح مهددين في ظل تصاعد الاعتداءات التي أصبحت بحسب تعبيرهم عادة مقلقة في المنطقة. الساكنة تأمل أن يتم القبض على الجاني في أسرع وقت ممكن ووضع حد لحالة الرعب التي تخيم على ديور الشهداء وتجزئة النخيل.